السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة بقى جايبة لكم وصفة غريبة وعجيبة، بس هنشوف بقى في الآخر هل طعمها حلو فعلا ولا لا. الناس بقى اللي بتحب الماتشا والناس اللي بتحب الباونز جمعت لكم الحاجتين في وصفة واحدة. هي لذيذة. أنا تقبلتها، في ناس غير ما تقدرش تقبلها أو يعني ما تحبهاش. هنشوف المقادير عبارة عن إيه. عبارة عن إيه؟ سكر، ماتشا، زبدة زيت وشوكولات أبيض وبيض وفانيليا. هناخد الزبدة مع الزيت مع الوايت شوكولات، هنسيحهم إما على الحمام مية وإما على الميكرويف وفي الميكرويف. بس أنا أنصح حمام مية أحسن بالذات للوايت شوكولات، عشان ممكن يعني تتحرق معانا أو تتكتل معانا نقدرش نتحكم فيها. فعلى حمام مية أفضل كتير. هنحطهم مع بعض ونتأكد كويس إن هو داب كويس جدا. بعد كده هاخد بقى بقية المقادير عبارة عن البيض والسكر البودر والفانيليا، هنقلبهم كده تقليبة. وبعد كده نجيب خليط الشوكليت والزبدة والزيت، بس نتأكد ان هم مش سخنين عشان البيض عندي ما يستويش. هسيبهم يريحوا شوية لغاية ما يدفوا شوية، وبعد كده هحطها واخلط كل المكونات دي مع بعض. بعد كده هاجي للدقيق والماتشا، هنخلهم. طبعا عارفين ان الباونز ملهاش ما تحطش عليها بيكنج باودر، بس انا حطيت رشه ملح. برضو انا ما حطيتش مقدار الدقيق كله ولا الماتشا كله عشان اشوف القوام بتاعي، وفعلا ما احتاجتش بقيه المقدار، يعني كان في حاجه بسيطه. نقلب كل الكلام ده مع بعض ونحطه في قالب، نحطه في الفرن. هكتب لكم المقادير كلها والفرن والقالب، مقاس القالب تحت في صندوق الوصف، لان هو المقدار مش كبير. احنا عملناه صغير عشان نجرب هل هو حلو او لا. رشه كده وايت شوكليت ونحطه في الفرن لغايه طبعا ما تستوي، وهي فاتجة جدا من جوه. طبعا عارفين البراونز لازم تبقى فاتجة من جوه. تقدري تعمليها من غير ماتش، تقدري تعمليها كده بيضه يبقى هي براونز بالوايت شوكليت. عاوزة تجاوبي، حابة تجاوبي الماتشا جاوبي وشوفي رأيك، يعني هتعجبك او لا. الناس اللي بتحب الماتشا ممكن تعجبها جدا، يعني هي ما فيهاش الماتشا القوية، بس فيها سنة طعم الشاي الماتشا. بس كده يا جماعة، عملنا بقى كوباية الكابتشينو بتاعتنا. لازم كده الباونز تاكل معاها، تشرب معاها كوباية كابتشينو او قهوة وايه، ونستمتع كده بالمذاق. وحلو قوي ان الباونز لازم يعني تتاكل وهي دافيه. حتى لو بردت ممكن نقدر نسخنها في الميكروويف شويه. بس كده وصفه خلصت. لو عجبتني ما تنسيش تشجعني باللايك وسبسكرايب وفعل الجرس على كل شخص اي جديد. اقول لكم سلام عليكم.